السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من وصفات أميرة. النهاردة بقى جايبة لكم وصفة بجد حلوة جدا، يعني مهما أتكلم مش هديها حقها. بجد طعمها حلو جدا جدا. من أفضل وأنجح الطرق اللي ممكن تحشي بيها الفراخ هي الطريقة دي. بجد يعني هضمن لك طعم مثالي وطعم تحفة تحفة. يعني خطيرة بجد، كانت خطيرة واتبسطنا منها جامد جامد. يلا تعالي اقولك عملناها ازاي، بس قبل اي كلام تعالوا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا نشوف الوصفة هتقول لنا ايه. اول حاجة كده جبت فلفل اخضر واحمر، وجبت بصلة كبيرة مقطعاها مكعبات، وعندي القوانص والكبد بتاع الفرخة. وبهاراتنا بقى ملح وفلفل اسود وبهارات الفراخ وقرفة مطحونة وسبع بهارات وبابريكا وقرفة عيدان. تمام، البهارات دي عامل اساسي للطعم بتاعت الفراخ. واهم حاجة برضو المكون صويا صوص هنحطه بيدي طعم غير طبيعي للفراخ. جربي التتبيلة دي بجد بجد حلوة جدا. اول حاجة بقى كده هحط معلقة زبدة او سمنة او ايا كان اي مواد دهنية. وهبدأ ان انا احط القوانص الاول وهديها تشويحة كده قبل الكبد، لان انتوا عارفين ان القوانص بتاخد سوى اكتر. بعد كده هبدأ ان انا احط الكبد، وبعد ما يتغير لونها هبدأ ان انا احط جايبة بصلاية كبيرة كده محترمة وقطعتها مكعبات. يعني البصل الكتير في الوصفة دي بتسكر الرز وبتسكر الفراخ وبيبقى طعمها حلو جدا. هبدأ ان انا اشوحهم مجرد اما هي تدبل معايا. هبدأ ان دلوقتي ان انا احط الفلفل بتاعي، حاطه فلفل اخضر وفلفل احمر وحاطه كمان قرن شطيطة حار. وده اختياري، يعني الفلفل الحار ده اختياري. خلاص كده بشوح كل حاجة كده وسبتهم شوية. هبدأ ان انا احط البهارات بتاعتي، وزي ما قلتلك البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل اسود وقرفة مطحونة وقرفة عيدان، وحاطة السبع بهارات وبهارات للفراخ المشوية. وخلاص كده، وحطيت معلقتين كبار صويا صوص، وده اللي هيديني اللون التحفة بتاع الرز يعني، وبيديلي طعم حلو جدا كمان. هبدأ ان انا احط كوباية رز مغسول، ده يعني الفرخة ليها كوباية رز. خلاص كده بديهم تشويحة حلوة مع البهارات والكبد والقوانص. عايزة اغلفها بالمواد الدهنية اللي موجودة في الحلة بتاعتي علشان الرز بتاعي يبقى مفلفل. هبدأ ان انا احط شوية مية، يعني المية دي مغلية حطاها يعني يا دوبك كده مغطية الرز بتاعي. ويا دوبك اما ينشف هوطي عليه النار، واول اما ينشف خلاص بطفي عليه. انا مش عايزة الرز ولا نص سوا كمان. هو مجرد كده اما يشرب المية بتاعته خلاص بتدفع عليها وبتبدأي انك تحشي الفرخة دي طبعا غسلناها غسلة كويسة جدا. وحط لها شوية فلفل اسود من قلب الفرخة من جوه، يعني قبل ما احط التتبيلة دي كمان مبهراها بفلفل اسود. وكمان قبل ما تحطي التتبيلة الحلوة دي بتكوني مسلكة اللحم من الجلد بتاع الفرخة، يعني زي الحمام كده بتعمليها معاملة الحمام، بتفتحي لها فتحات كده يعني ما بين الجلد واللحمة علشان تحشي تحت الجلد وتحشي قلبها. بجد بتديلها طعم يعني حلوة جدا، كأنك بتاكلي حمام بالظبط. خلاص كده هنا بقى بدأت ان انا اقلم الرز، مش عايزة رز من عليها بره خالص. واي خلة او بتاعت عصاية من بتاعت شيش طاووق اي حاجة. وهبدأ ان انا اقفل الكلام ده كله. هقفلها كده من تحت علشان ما تنزلش رز. وكمان الفرخة دي انا ما كنتش عارفه ان انا هحشيها، هي جت كده في دماغي. مكان الرقبة دي بتسيبيها طويلة كده، الجلدة اللي على الرقبة بتسيبيها عشان الرز ما يقعش من يمة الرقبة. يعني الجلدة سيبيها كده إيه طويلة كده، الرقبة سيبيها بحالها يعني معاملة الحمام بالظبط. هنا بقى هسويها. هبدأ ان انا احط معلقة سمنة وحطيتها كده تشويحة حلوة مع بصلاية جزراية حبهان مستكة ورق لورا. وهنا بقى كنت معلقة على مية، يعني مية تغلي علشان ابدأ ان انا احط مية مغلية. زي ما عودتكم ما تحطوش مية ساقعة خالص في قلب اللحوم او الفراخ.
ميه من الكاتل على طول، او ميه تكوني معلقه عليها عما تشوحي الفراخ تكون غلت. ظبطي بقى الملح والفلفل الاسود وسيبيها تسوي براحتها خالص. ممكن تسويها في كيس حراري كمان هينفع وهتبقى حلوه جدا جدا. هنا بقى كانت خلاص استوت معايا، هبدأ ان انا اطلعها كده. يعني سهله جدا وبسيطه ومخدتش اي وقت. هي الرك على التوابل بتاعتها والصويا صوص برضو بيدي طعم حلو جدا، يعني حاجات بسيطة خالص وهتفرق معاكي. هنا بقى كنت شلت الخلة اللي انا حطيتها ودهنتها سمنة بس، يعني مش هحط بقى طماطم ولا هحط اي حاجة، وادتني لون منتهى الجمال بجد، كانت حلوة جدا. يعني في الوش كده دهنتها حتة سمنة بس، ما حطيتش بقى ولا طماطم ولا ليمون ولا اي حاجة. الخلطة كانت تحفة، والرز مفلفل زي ما انتوا شايفين. الرز اللي تحتها ده كان فيه رز يعني زيادة سويته، وحطيتها فرشة كده تحت الفرخة. اي حد وصل معايا هنا ما ينسينيش بقى باشتراك كده وتشجيع حلو كده بتعليق حلو كده زيكم. بجد نفسي تجربوا الفرخة بالطريقة دي، هتعتمدوها يعني هتعملوها على طول، من كتر ما هي لذيذة وطرية، والخلطة بتاعها تحفة تحفة تحفة، ورز مفلفل وجميل. اتمنى انكم تعملوها. مع الف الف سلامة.